كوكو مي جابوني، جيسبر vous allez bien. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم اليوم بواحد الوصفه، واحد الكراطه تتقوني تبل يعني قد ما تاكلي منها ما تشبعيش. نوحت لكم في الوصفات، نعطيكم دي زيدي، نعطيكم افكار هكا باش تلقاو واش ديروا على بالي تضلي تخمي واش ندير للفطار واش ندير للعشاء. جبت لكم اليوم كراطه يعني بسكالوب، تجي مشربه لداخل، تجي خفيفه وتجي فيتاميني يعني. قبل ما تفرجي لا فيديو ديري ابوني للقناه. اللي ماشي شايفه لاشين تاعي ولا بروميير فوا تشوفها نقول لك تفرجي لي فيديو تاعي، على بالي غادي يعجبوك، تلقاي دي كونساي وتلقاي دي ريسيت ملاح. فوالا نبداو بسم الله على بركه الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. عندنا هنايا مخصو تاع سكالوب، ولا تقدري ديري اي مخصو عندك تاع الدجاج ولا ليسونسيال جلبانه. انا بوغ موا نبغي الجلبانه بالدجاج، ما نبغيهاش باللحم. دونك كل واحد ولوغو تاعو. انا حكمت سكالوب كوم غادي نديرها كراطه، غادي نفرسيها يعني لداخل. سي بوغ سا درت سرده. نحكمو الزدر هذا نقليوه مليح مع الزيت. ديما كيما نوصيكم لازم تقلي اللحم تاعك ولا الدجاج تاعك مع الزيت قبل ما تحطي البصله تاعك، سورتو الا كان حطيتي ان مورسو وبغيتي تبريزونتي هذاك لو مورسو سافو دير لازم تقليه في الاول مليح حتى يدي هذيك التحميره، باش من بعد كي يطيب يقعد لك هذيك التحميره هكا من الفوق. يعني مع الاول تقليه بيان اللحم والزيت برك، ومن بعد نحطوا البصله تاعنا تكوني رابيتيها. انا نبغيها مرابيه، ما نبغيهاش مقطعه دي بتيدي. شوفوا الجلبانه تاني كل واحد كيفاش يطيبها، كاين اللي يصفي لاصوص، كاين اللي يخليها، دونك كل واحد لوغو تاعو. فوالا الوصفه تاعي انا اليوم كيفاش نديرها، ما غادي نصفي ما والو، انا غادي نحط نرابي البصله ديجا ما غاديش تبان. تحطي البصله تاعك تربيها مليح وتحطيها مع السكالوب هذا. بعد ما يكون تقلى مليح ديجا يطلق البنه تاعو في هذاك الزيت، قلوها تري تري بيان. صدقوني كي تقلوه يعني يطلق البنه تاعو يجيكم هايل. ولا كان بغيتي ديريها بالفيونداشي تاني ما عندنا ما نقولوا فيها، تاني فيونداشي تجي شابه. يعني طيبي الجلبانه وحدها مع ان مورسو تاع دجاج، المورسو اللي يكون متواجد عندك، ومن بعد كي تبغي تحطيها وتخدمي يعني الفيونداشي تاعك مع البصله وكامل ومع لي زيبيس والثوم في المقله دو كوتي. ومن بعد كي تبغي تحطيها في لو بلاطو ايات تحطي الفيونداشي، تحطي طبقه هكا تاع الجلبانه وتحطي الفيونداشي وتكملي الطبقه تاعك الاخرى تاع الجلبانه تاني. دونك كل وحده والشي اللي متوفر عندك فيونداشي ديريها فيونداشي، عندك سكالوب ديريها سكالوب. متفاهمين الحياة الساعة. نكملوا نقليو. فوالا شوفوا هنا كي تولي تقلي فيها لازم النار تكون قويه بزاف، يعني ديري النار الماكسيموم. كي تقلى من بعد وتبغي ديري البصله تاعك هيا نقصي النار، نقصيها كامل، خليها شويه قد ما تهز هكا شويه روحها، بعد نقصي خلاص. سورتو الا كان عندك الوقت خليها تدي وقتها في التقليه هكا تجيكم بنينه. هنايا ربينا البصله حطيناها هنايا مع المخصو هذاك. وكما قلت لكم هنايا شوفوا هنا نقصنا للنار كامل، والثوم نحطوه اخر شيء يعني هكا باش ما يتحرقش. هنايا نملحو نديرو الملح ونخلوها تاني تتقلى يعني تري 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 بيان. ديري كميه مليحه تاع الملح، سينو لا كنتي حابه ديري جامبو نقصي شويه الملح وديري واحد تاع الجامبو ولا ماجيكو ولا اي نوعيه تحسيها باللي بنينه ديريها. كل واحده واش تفضل، كاين اللي تحب الماجيكو باسكو عنده غو سبيسيال، ومام لا جامبو عنده غو سبيسيال. سي با نتيا قولي لي واش تحبي، اسكو الماجيكو نعرف هادو زوج برك، ماجيكو ولا جامبو اللي عندها كاش هكا غو واحد اخر. شباب تكتبنا في الكومونتير. فوالا حطينا المغرفه هذيك تاع الثوم بعد اللي تقلات البصله تاعنا. الجبنه تبغي الثوم تبغي القرفه. نخليوها تقلى على نار تكون هاديه ولا تكون متوسطه، نقفلو عليها وخليها. فوالا هنا بعد اللي تقلات هنا لو كانت طلق النار يتحرق الثوم، لا خلي النار تكون هاديه ناقصه. درت هنايا شويه تاع فلفل كحل، يعني شويه شويه
مغرف صغيره، حوالي مغرف صغيره تاع فلفل اسود، نديرو تاني مغرف صغيره تاع الكركم، وراس الحانوت. هادو لي زيبيس نورمالمون اللي نديروهم مع الجلبان، ندخلو لي زيبيس مع الدجاج ومع البصله، وديما نغطو ونخلوها تقلى شويه مع بعضها. هنايا نديرو العود تاع القرفه، خطره على خطره دوري المكونات تاعك حركيهم، نجيبو الجلبانه نخلوها تقلى واحد شويه برك معاهم، ومن بعد باش نمرقو. فوالا بعد ما تقلات شويه الجلبانه مع لي زيبيس دخلت شويه فيهم ومع هذاك المورسو تاعنا تاع الدجاج، نبداو هنا نمرقو. اللي تحب تضيف حبه تاع طماطم ترابيها مليح مليح وديرها، سينو اللي تحب هاد لا كولور تاع الكركم برك تكتفي بالكركم برك. هنا نديرو الماء يكون لازم سخون، لازم تمرقيه بالماء سخون، نخليوه شويه يغلي. بعد اللي يغلي الماء هذاك نقفلو لا كوكوط تاعنا، سواء كنتي درتي في لا كوكوط لا كان درتي في طنجره برك اكي تقفلي وتخليها طيب. يعني كل واحد كيفاش موالف، كاين اللي موالف لا كوكوط محال يطيب لا بها، وكاين اللي نو لا كوكوط يستخدمها برك في حاجه تاع اللحم ولا. فوالا هنا بعد ما كنا قفلنا على كوكوط وخليناها درنا التيفلي تاعنا وخليناها طابت شويه. كي تحسي الماء هذاك نشف، يعني حوالي تكون 15 دقيقه حتى 20 دقيقه برك. ما تكثروش الماء بزاف الجلبانه هكا باش ما تجيكمش لو تاعها صامت، وما تقليش ما ديريش حاجه قليله برك، يعني ديري سوا سوا قيس الجلبانه تاعك. شوفوا هنايا كانت نشفت لاصوص، كان السكالوب تاعي طاب. انا خليت شويه لاصوص هكا باش نديرها مع الكراطه، يعني نغراتيني بها باش هكا ما تجينيش ناشفه. كاين اللي يحب يخليها هكا يخليها هكا، وتحبي ديريها كراطه ديريها كراطه. هنايا نقلع شويه تاع لاصوص. احنا ندوقها لوحه طيبه. واش بك نقلعو هنا لاصوص. راك طيح ماما. هذه اللي غادي نديروها مع البيض. دودو طيح. نخلو الاخرى تنشف شويه بزاف. شعلوا عليها النار، خلوها تزيد شويه تشيح. شوفوا هنا عندي بطاطا، هذه كميه تاع البطاطا قليتها نخليها هنايا. نجيبو الجبانه تاعنا فوالا نخلطوها مع البطاطا، نحو هذا الدجاج. واو
هاد البطاطا مع الجلبانه. فوالا هنا عندي هاد المرقه لاصوص تاع الجلبانه. نحكمو عظمات وحده. فوالا نجيبو هنايا هذا الدجاج. شوفي كمية تاع الزيت تاع الدجاج. خلطوا كلش مع بعضو مع البيض. فوالا هنا اسيي تدخلي البيض مع يعني تدخلي البيض معاهم باش ما تجيكش الطبقه هذيك من الفوق برك تاع البيض، يعني تجي كامل مغلف بالبيض من الداخل ومن البرا. خلطوهم مليح لي فخيت مع الجلبانه مع ال عفوا سكالوب هذاك تاعنا، ونحطوهم في اي بلاطو يكون عندك. اي بلاطو عندك تقدري تستعمليه. ديري برك البابي كويسون الا كان حسيتي البلاطو تاعك يلصق، سينو البابي كويسون يساعدك مليح، يعني دو بريفيرونس ديريه. الا كان عندك فروماج غابي ديري فروماج غابي هكا باش يعطيك ديك يعني المنظر هذاك تاع من الفوق. سينو تقدري تستغني عليه. الا عندك اي نوعيه تاع فروماج تقدري ديريها، تقدري ديري حتى صوص فروماج، اي حاجه تقدري ديريها من الفوق. تقدري تاني تخليها هكا سامبل، يعني البيض برك وحده ندخلوه لو فوق. بعد اللي يطيب لك من تحت شعلي عليه من الفوق باش هكا البيض الفرomاج تاعك يذوب. الوصفه هذه تجيكم هايله، تجيكم تهبل. تقدري ديريها للضياف، تقدري ديريها لروحك في الدار، يعني لا بريزونطاسيون تاعو تاني مليحه. تقدري ديري فيه مول يكون مدور وتحطيه هكا يعني في فوق الطابله، وتبداي تقسمي فيه وتاكلوا فيه فوق الطابله. يعني كل وحده وكيفاش تستخدم، يعني لا بريزونطاسيون تاعي كيفاش كي باغيه ديريها. من الاحسن شوفوا هنايا تاني كي تقلبوه، لكن ما درتيش الفرomاج من الفوق تقدري تخليه هكا، سورتو الا كان درتي فيه مول هكا مدور تحطيه وتحطي شويه هذاك نعناع ولا مش نعناع عفوا، تحطي شويه تاع الدبشه هكا في الوسط. يعني صدقوني يجيكم ديكور هايل. راني نيماجيني فيه. وما الجايين ندير لكم هذاك يعني هذاك لو بلاطو المدور تاني يجيكم شباب. فوالا هنا شوفوا ما تنحيش هو سخون. شوفوا انا نحيته هو سخون يعني شويه، يعني لصق لي البيض في البابي كويسون. نتيا انا كنت مزروبه خليه نتيا يبرد في غرضو، ونحي البابي كويسون هكا باش تقعد لك الطبقه هذيك من الفوق مليحه. ساح فيه برك وحده وحده الا كنتي كي حالتي مسروبه. شوفوا لوغو يجيكم يهبل، سينو تاني الشكل يجي شباب. يعني جربوا هذه الوصفه، على بالي غادي تعجبكم. تبدلي شويه خطره مرقه خطره كراتا. فوالا انا درتو قسمته يعني مستطيلات ودرتو في هذا البلاطو. كان هذا الشكل النهائي تاعو. تجي لداخل هكا شويه تاع سكالوب، شويه جلبانه، شويه تاع العظام مليحه. كانت هذه وصفتنا لينا اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. طالع فرحك طالع فتحتك، وباي باي.